السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم معايا من جديد، معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهارده بإذن الله فيديو حلو جدًا، 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 الفيديو المنتظر. هنجدد المطبخ بقى ونحط الحاجات اللمسات الأخيرة كده، وهنعمل برضه شوية كده إعادة تدوير وحاجات هنرتب بيها المطبخ، وهنساعد كده في تجديده وفي تغيير شكله. تابعوني بقى لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده بقى ده المنظر المطبخ بعد ما كنت نضفته وكده، وشِلت بقى كل الحاجات اللي على الرخامة علشان نبدأ كده في تجديده وتغيير شكله. آخر فيديو كنت بانضّف فيه المطبخ، سألتكم قُلت لكم أركّب الستيكر الحجري والّا أعمل الستيكر اللي هو بتاع رمضان، اللي هو اللي مدّي على شكل رمضان أكتر. فحد من المتابعين يعني قال لي اعملي الستيكر الحجري وكذا حد قال لي اعملي الستيكر بتاع رمضان. فأنا بقى ما حبيتش أزعّل حد، قُلت هالزق جزء من المطبخ بالستيكر الحجري والجزء التاني بالستيكر اللي هو بتاع رمضان ده، لإن هو شكله حلو جدًا وهيدّي برضه بهجة للمكان ويدّي روح كده إيه، لرمضان برضه في المطبخ. تمام. فهابدأ كده بلزق الستيكر الحجري، وهالزقه على المكان اللي هو في الركن اللي هو التاني مش اللي جنب الحوض. ده كان الليد، شرايط الليد اللي أنا كنت جايباها، كان واحد عندي بقى له فترة طويلة وكنت مركباه، والتاني كنت أنا جايباه من قريب بس ما كنتش لسه ركبته. كنت جايبة الواحد المتر كان حوالي 15 جنيه أو 12 جنيه، كان زاد شوية، بس الكلام ده من سنة، ما أعرفش دلوقتي هو سعره كام. تمام. والستيكر الحجري برضه كنت جايبة الفرخ ده ب25 جنيه، وجِبته من مكان تاني ب30، بس دلوقتي برضه بيقولوا سعره زاد شوية، أنا مش عارفة، أصل أنا جايباه من الشتا اللي فات. تمام. هابدأ كده أقص الأطراف بتاعته، علشان أنا مش عايزة ألزقه كلّه، مش عايزة ألزقه بالكامل عشان لو حبيت أشيله بعد كده ما يتعبنيش في الإزالة، لإن هو مش هيبقى زي الsticker التاني اللي أنا هالزق عليه خفيف، لأ ده هيبقى تخين شوية، فلو جيت ألزق فوق حاجة فهيبقى عامل كلكعة. فأنا حبيت إن أنا ألزق بس الأطراف بتاعته. تمام. طبعًا أنا كنت شارياه من الشتا اللي فات، وأنا كان في نيّتي إن أنا عايزة أجدد المطبخ من زمان، بس ربنا ما كانش موفّقني خالص طول الفترة اللي فاتت. سبحان الله، هو ربنا أراد إن أنا التجديد ده يبقى في رمضان، لسبب كده ربنا هو اللي يعلمه سبحان الله، فكل تأخيرة وفيها خير. ف هالزقه بقى كده على الحيطة اللي هي جنب الركن اللي هو بعيد عن الحوض وعن الطرطشة والمَيّة وكده. تمام. لزقته، وبعد ما لزقته حسيت إن في فرخ لونه مختلف عن التاني، واحد لونه مِدّ على off white كده والتاني لونه أبيض، بس هو الفرق مش واضح أوي، تمام يعني الدنيا ماشية كويس. خلاص كده لزقته بالشكل ده، وعلى فكرة أنا كنت مفكّرة إن أنا لمّا ألزق الأطراف بس مش هيلزق قوي على الحيطة وكده، لأ بالعكس لقيته كويس جدًا ولازق، لإن هو ال الس ال ال الستيكر الحجري ده اللزق بتاعه قوي جدًا، فحتى لو لزق في حاجة وجيتِ تطلّعيه ما بيطلعش غير بصعوبة. فعلشان كده أنا إيه، لمّا شُفت كمان فيديوهات الناس اللي بيبقوا مركّبينه وبييجوا يشيلوه ما بيعرفوش يشيلوه أبدًا، يعني غير بصعوبة شديدة، فقُلت لأ بلاش ألزقه كلّه، وخلّيني بس كده ألزق الأطراف بتاعته، والحمد لله كويس جدًا ولزق وثابت وزي الفل. وسبحان الله بقى غيّر لي منظر المطبخ خالص، يعني مزوّد الإضاءة كمان في المطبخ، وتحسّي إن الدنيا نوّرت كده لمّا لزقته. كمان اللون الأبيض بيساعد برضه في التصوير، بيخلّي التصوير يطلع حلو، علشان يعني بعد كده لمّا آجي أصوّر فيديوهات يبقى الدنيا منوّرة معايا وحلوة. جيت بقى ألزق الsticker ده عند المنطقة بتاعة حوض المواعين. الصراحة أنا أمّا كنت شارياه أنا ما كنتش جايباه ناوية إن أنا ألزقه على الحيطة خالص، أنا كنت جايباه عشان أعمل بيه حاجات لرمضان، ديكورات وكلام من ده، وجايباه من فترة طويلة برضه. بس سبحان الله، آآ كنت كل شوية أقول لأ ده أنا جِبته ليه وهاعمل بيه إيه، بس سبحان الله أمّا جيت بقى ركّبته شكله ما شاء الله تحفة، 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 يعني حلو جدًا، ومغيّر شكل المطبخ ومخلّيه جميل. طبعًا علشان أنا كمان لازقة جزء صغير منه في المطبخ، فمدّي شياكة كده للمكان، أكتر كمان من إن أنتِ هتلزقيه كلّه. لو لزقتيه كلّه هتحسّي برضه بزحمة كده، لإن كمان المطبخ صغير، فمش عايزين يبقى فيه إيه، ألوان كتير. فأنا استكفيت بس إن أنا عملته في الجزء ده، وشايفين الحتّة دي مكان الصبانة القديمة اللي كانت عندي مكسورة كده، مكان بيركّبوا الرخام،
حطيت لها كده قطعة من الفوم دارتها وبقى بالشكل ده كده. ما شاء الله جميل جدًا. لو عجبِك بقى انزلي حطّي لايك وكمّلي معايا الفيديو. هنا بقى أمّا كنت باركّب شريط الليد ده اللون اللي هو الأصفر، شريط الليد الأصفر، بس الأصفر الغامق، هو في منّه درجات. أنا لمّا جيت أجرّبه لقيته غامق كده، هو حلو مدّي دفا كده وجَو حلو، بس في منّه لو أنت عايزة يزوّد الإضاءة شوية بتجيبي الأفتح من ده، وفي برضه اللون الأبيض كنت جايباه ومركّباه أهو، وهاقول لكم اللي حصل دلوقتي. ده طبعًا الكليبسات اللي أنا باركّب بيها الليد شريط الليد، جرّبت ألزقه بلزق حاجات وكده تانية ما نفعش خالص. فهو أحسن حاجة إن أنتِ ت ت تحطّيه بالكليبسات ديّة. العلبة ديّة كانت على بعضها كده ب15 جنيه وفيها كمية كبيرة جدًا، تحطّيه بقى ينفعِك في حاجات كتير، تثبّتي مثلًا سلك في الحيطة، تضبّطي بيه حاجة كده كويس. هنا بقى باقول لكم اللي حصل، بعد ما ركّبت الليد الأبيض كنت هو ملازقاه الأول، ركّبته الأول، القطعة اللي هي بتتوصّل بالفيشة دي كل شوية أحس إنها بتسيب، كل شوية يطفي، فكل أمّا ألزقها أبُص ألاقيها سابت تاني، فعملت لي مشكلة بقى. المهم بقى حد شَار عليَّ وقال لي إيه، حُطّي في لزق كده بيبقى زي أنبوبتين كده بيتجمّع مع بعضه، بتلخبطيهم في بعض كده وتلزقيه، لزقته وابني بيقول لي: "جرّبي يا ماما." راحت مفرقعة في وشّنا. الحمد لله، قدّر الله ما شاء فعل. ده الشريط الأصفر لمّا ركّبته أهو، وهاقول لكم برضه بعد ما التانية اتحرقت بقى وجيت أجرّبها تاني راحت عاملة لنا قفلة والسكاكين بتاعة الكهربا نزلت، بس الحمد لله عدّت على خير. جِبت بقى ده كنت أنا جايباه عشان أركّبه في رمضان في الأوضة بتاعة المعيشة يعني. جِبته بقى قُلت إيه، طَب أنا هابعت أجيب تاني ما فيش وقت وكده، فقُلت أجيب ده إيه أجرّبه كده وأحطّه في المكان التاني، مكان الشريط الLED التاني. فسبحان الله أهو شايفين ده اتحرق، مش عارفة بقى اتحرق والّا ما اتحرقش أو ممكن جزء منّه ما أعرفش، هو عِمل اللون أسود أهوّة والحتّة ديّة كده راح عامل بوم كده وراحت السكينة بتاعة الكهربا نازلة. فالحمد لله إن إحنا ما حصلناش حاجة يعني. ما الجزء ده اللي كان بيدخل في المكان ده كده وكل أمّا ألزقه يفُك، فأنا جيت ألزقه ببتاع تاني قُلت أجمّد عليه كده وألزق، راح مفرقع يعني الحمد لله. ده بقى كده قُلت هاجرّبه وسبحان الله طلع أجمل وأشيك من التاني 100 مرّة. يعني أنا برضه لمّا ركّبت تاني كنت حاسة إن في حاجة ناقصة كده، باقول إيه، ده هو شكله مش حلو أو يعني أنا حاسة إن هو مش مضبوط، مش مدّي الشكل اللي كان في دماغي يعني. فسبحان الله لمّا ركّبت البديل بتاعه اللي هو فرع النور ده طلع أشيك جدًا وقُلت سبحان الله ربنا فعلًا ما بيعملش حاجة إلا إذا كانت خير ليكِ. لمّا التاني باظ وركّبت ده جرّبت بداله، طلع الشكل أحسن وأشيك ومدّي كده بهجة جميلة في المكان. هاعيد لكم النور أهوّة وهتشوفوه. ده شكله أهوّة، طبعًا التاني كان يا دوب كده عامل النور أبيض خفيف كده تحت التقفيل، فما كانش مدّي بهجة برضه، أنا عايزة بهجة كده لرمضان يا جماعة. فده لمّا ركّبته طلع كده بالشكل ده جميل جدًا وغيّر في المكان خالص، شايفين بقى المنظر؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، جميل جدًا. سبحان الله فعلًا كل مقادير ربنا خير، حتى لو أنتِ شايفة إن هي من وجهة نظرِك إن هي شر، طبعًا بيبقى من جواها بيكمن فيها الخير. فالحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، دايمًا قولي الحمد لله وربنا هيعوّضِك وهيكرمِك بالأحسن إن شاء الله. ندخل بقى على أول فكرة النهارده، هنعمل إعادة تدوير للزرعة دي، هنعمل لها بوت كده شكله حلو. يعني كنت الزرعة دي شارياها برضه كانت ب35 جنيه. هي طبعًا من تحت كده شكلها مش عاجبني، فأنا جِبتها بقى وأنا عارفة إن أنا إيه، هاعمل لها فكرة أخلّيها تبقى شيك كده وحلوة. جِبت كده قطعة من الخيش وبدأت ألِف عليها كده وأغلّفها بالخيش. فسبحان الله أنا باقول لكم على موضوع شريط الليد ده، إنه فعلًا لمّا الحاجة تفكّري إن هي شر ليكِ بتطلع خير ليكِ. بس إحنا ما نعرفش، الواحد بس سبحان الله طول ما بتقولي الحمد لله وترضي بقضاء الله، بيبقى في الآخر كده ربنا بيراضيكِ. طبعًا أنتِ بتقيسي الموضوع ده على كل حاجة في حياتِك، بس أنا بادّيكِ مثال بس لإيه،
لموضوع فرع النور وشريط الليد اللي اتحرق ده. تمام، خلّصت كده الزرعة ديّة، ودي برضه كان برطمان عندي واتكسر وكنت زعلانة عشانه. كان البرطمان ده بقى كنت أنا زعلانة عشانه لمّا اتكسر، وقُلت لهم: "ليه كده كسرتوه؟" مش عارف إيه، بس برضه سبحان الله اتكسر عشان يطلع منه حاجة أحلى. جِبته كده ورشيته بالspray الأبيض، الجزئين دول، ما رضيتش أرميهم برضه، قُلت هاستفاد بيهم بأي حاجة. وبعد ما نشف كده دخّلت فيه الزرعة بالشكل ده، و ثبّتها كويس، دخّلتها كويس، وحطيتها كده على الغطا. الغطا قلبته ووقّفتها عليه. جيت ألبّسه من تحت ما نفعش، لإن الغطا أصغر من الإطار ده يعني. فأنا قلبته كده وثبّته عليه بالشكل ده، وبقى بالمنظر الجميل ده. هتقولي حطيتِ خيش ليه؟ هاقول لِك علشان بتاعة البلاستيك بتاعة الزرعة ذات نفسها رفيّعة، فلمّا بادخّلها ما بيبقاش إيه، ما بتبقاش ماسكة كويس في الإطار، وكمان عشان اللون بتاعها ما كانش حلو ومش هيليق على بقية المطبخ. بس كده، جينا بقى تاني فكرة النهارده هنعملها القطّاعة ديّة الخشب. هاحطها برضه أوقّفها كده عشان أداري بيها الماسورة بتاعة الغاز، شكلها مش حلو. ف فلقيت شكلها قديم كده، فقُلت أغلّفها بقى بالsticker الخشبي علشان تبقى شكلها جديد كده، وتبقى لايقة على المطبخ بقى، ما يبقاش في حاجة شكلها قديم وكده تبوّظ المنظر الكلّي يعني في النهاية. خلاص؟ بس الsticker ده بقى ما عجبنيش خالص. هو طبعًا شكله حلو، بس اللي ما عجبنيش فيه مش شكله، اللي ما عجبنيش فيه الخامة بتاعته. أنا جايباه طبعًا كان أول استخدامي ليه في الفيديو ده، وأمّا جرّبته لقيته ضعيف جدًا، 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 وبيتقطّع بسهولة. فأنا حاولت ألزقه كده بالراحة. طبعًا بعد ما بتلزقيه خلاص المشكلة ما بتبقاش موجودة، بس وأنتِ شغّالة بيقعد بقى ممكن تيجي تشدّي يروح مقطوع منِّك، ضعيف كده وخفيف. فبس يالّا هو شغّال بقى في التغليف الحاجات اللي زي دي، إنّما لو جيتِ تلزقيه على الرخامة لأ طبعًا هيبوّظ لِك الدنيا ومش هيطلع بعد كده. خلاص كده عملتها بالشكل ده، بقى شكلها حلو جدًا. ودي فكرة برضه لو أنتِ ما معاكيش تجيبي كوسترات والحاجات اللي هي بتبقى الخشبية ديّة، ممكن أي كرتونة عندِك تغلّفيها بستيكر خشبي، أي حتّة خشب عندِك تغلّفيها، هتبقى برضه شكلها حلو. تالت فكرة معانا النهارده بقى، العلبة ديّة اللي أنا كنت مستخدماها زي اللي كنت مستخدماها معاكم في الفيديو اللي فات بتاعة التمرية بتاعة رمضان. هاجيبها برضه كده وهاستخدمها في فكرة تانية خالص. هاجيب كده قطعة من الاسترس الفضي، المرّة اللي فاتت استخدمنا الدهبي، المرّة دي هنستخدم الفضي، وهابدأ كده أعمل إطار لها من فوق، بحيث كده يغطي الحرف بتاعها ويبقى شكلها حلو برضه كده، يدّيها منظر جمالي. وإحنا برضه مش هنعمل فيها حاجات كتير، يعني مش هنعُك كتير، هي يا دوب بس كده حاجة بسيطة تدّي شكل حلو وتكون بسيطة كده وراقية. خلاص كده هاجيب بقى الكاوية وهابدأ أعمل لها الإخرام كده من تحت. الميزة في العلبة ديّة إن هي من تحت ما هياش مسطّحة، لأ هي تحسّي إن هي قابة من تحت شوية لفوق، فلمّا بتحطّيها ما بتبقاش القاعدة بتاعتها مش لازقة بالضبط على الرخامة، لأ بتبقى مرفوعة شوية. فأنا عملت لها الإخرام دي كده، وهابدأ أحط فيها الإسبونشة بتاعة المواعين، بحيث إن هي تبقى تصفّي المَيّة بتاعتها على الحوض، ما تبقاش إيه، ما تعملش ريحة وحشة أو تبقى مبلولة. دي بتاعة الصابون كانت عندي برضه، جِبتها كده وفضّيت فيها سائل المواعين، وهاستخدمها كده على الحوض. هنا بقى باورّيكم كل الحاجات اللي أنا عملتها من إعادة تدوير. الجزء اللي على الشمال ده اللي أنا شارياه، والجزء اللي على اليمين ده كلّه أنا اللي عاملاه بإيدي بفضل الله، وبتوفيق ربنا عملت الحاجات الجميلة ديّة. التعليقة ديّة هاورّيها لكم في الفيديو الجديد إن شاء الله، هانزّله لكم. ودي التمرية بتاعة الفيديو اللي فات، هي والفانوس، وبتاعة وبوت الزرع اللي أنا لسه عاملاه دلوقتي معاكم. والصينية دي برضه كنت عاملاها في فيديو قديم، والكوستر اللي من الخيش ده برضه هينزل لكم الفيديو الجديد بإذن الله. وطقم الشاي والسكر والقهوة، وطقم المشروبات اللي أنا عملته معاكم، وبتاعة المعالق الخشب. كل الحاجات ديّة أنا اللي عاملاها بفضل الله. الرف بتاع IKEA اللي جوّه ده اللي أنا برضه اللي عاملاه، اللي أنا حاطة عليه بتاع الشاي والسكر والقهوة ده. فالحمد لله رب العالمين، ربنا وفّقني وعملت الحاجات الحلوة ديّة. وهابدأ بقى كده أفرش المطبخ ده، اللي أنا وريته لكم برضه في فيديو المشتريات. كنت شارياه المتر ب75 جنيه من فترة، من ييجي سَنة، دلوقتي تلاقي سعره زاد شوية.
تمام، هو ده يا دوب متر غطيت بيه أرضية المطبخ، طبعًا مطبخي صغير زي ما أنتم شايفين، هنبدأ بقى نفرش الحاجات بتاعة المطبخ الجديدة دي. الصينية دي أنا عاملاها في فيديو بتاع أفكار ديكورات رمضان بتاع السنة اللي فاتت، هتلاقوه موجود في صندوق الوصف برضه هاسيبه لكم. ودي بقى بتاعة قطّاعة الخشب اللي أنا لسه مجدداها معاكم حطيتها، العلبة بتاعة المعالق الخشب دي اللي أنا كنت عاملاها من علبة لبن فاضية، حطيتها كده عملت فيها بالخيش والخيامية تدّي شكل رمضاني حلو. وهنا بقى الجزء ده في المطبخ هارُص فيه طقم المشروبات، كنت عاملاه لليانسون والحلبة والكركديه والشمر وحبة البركة وكل الحاجات الحلوة دي، الحاجات يعني اللي ما لهاش علاقة بالتوابل، يعني أنا عاملة رُكن كده للمشروبات لوحده وللحاجات اللي هي ما لهاش علاقة بالتوابل، والتوابل برضه حاطاها في مكان تاني لوحدها. خلاص كده ده شكلهم النهائي، أتمنى يكون عجبكم. وهنا بقى هاحط الفانوس اللي أنا عملته في الفيديو اللي فات، وهاحط التمرية برضه معاه كده، يبقوا طقم كده شكل بعض. لو لسه بقى بتشوفوني لحد الوقت ده انزلي حطي اللايك واشتركي في القناة، وتابعيني علشان الفيديوهات الجديدة بإذن الله هتعجبك جدًا، جدًا بفضل الله. كده الشكل النهائي، نيجي بقى نحط الرف اللي أنا عملته برضه من إعادة تدوير، طقم الشاي والسكر ده عاملاه عشان رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. هاحطه بقى في المكان ده كده، وهاجيب الراديو بتاعي الجميل اللي أنا باحبه جدًا وفرحانة بيه جدًا، وأخيرًا كده هاشغّله بقى وأحطه في المطبخ. حطيته بالشكل ده، وحطيت كمان الزرعة الصغيرة دي جنبه، بقى المنظر النهائي بالشكل ده. هنا بقى الصينية بتاعة IKEA اللي هي الكوبي بتاعة IKEA دي مش IKEA الأصلي، إحنا مش قد IKEA بقى والأسعار بتاعتها الغالية ديّة كانت ب30 جنيه أو ب40 جنيه، ب30 جنيه باين. وهاحط الزرعة دي كده معاها، الشكل ده أنا هاغيّره دلوقتي، هاشيل الصينية دي دلوقتي من المكان ده علشان لقيتها مش مناسبة في المكان ده دلوقتي. خلاص، ده شكلهم كده النهائي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هنيجي بقى للركن اللي هو لسه فاضي ده، أهم ركن بقى في المطبخ. هنحط الكوستر ده أنا كنت عاملاه من الخيش، هاجيبه لكم بقى أوريه لكم في الفيديو الجاي بإذن الله. هاحط بقى الكوسترات الخشب اللي أنا كنت جايباها ديّة، أو صواني التقديم زي ما تحبوا تقولوا يعني. حطيتها بالشكل ده كده، وهابدأ أحط الفانوس بتاع رمضان كل سنة وأنتم طيبين، والتمرية برضه، يعني الجزء ده هو اللي هاحط فيه الحاجات اللي أنا شارياها، تمام، باقي الحاجات اللي في المطبخ كلّها أنا اللي عاملاها. والزرعة الجميلة بتاعتنا اللي أنا لسه عاملاها من شوية هاحطها في المكان ده كده، وكمان الكوسترات اللي هي الصغيرة بتاعة الشاي والفناجيل وكده، هاحطها في المكان ده اللي هي جنب المشروبات، هاحطها بالمنظر ده كده. هنا بقى كنت بابعد بالكاميرا شوية كده علشان أشوف الشكل من بعيد حلو ومنسّق كده والّا في حاجة مش مضبوطة، تمام. لسه بقى في حاجة بقى أهم حاجة النهارده أنا عاملاها ومبسوطة بيها جدًا، التعليقة ديّة. التعليقة ديّة أنا عاملاها لرمضان بس ما لحقتش أنزّلها لكم الصراحة، هينزل بإذن الله في الفيديو الجديد بإذن الله اللي بعد ده. خلاص، شِلت بقى الصينية بتاعة IKEA كده لإن حسّيت إن المكان هيبقى زحمة أوي، وعلّقت التعليقة ديّة كده في المكان ده كده جنب الحاجات اللي هي الخشب. إيه رأيكم بقى في المنظر؟ منظر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحفة، تحفة، تحفة بكل المقاييس. أنا الصراحة ما كنتش متخيلة المنظر هيبقى بالشكل ده بعد ما أخلّص. هنا بقى حطيت بتاعة الصابون وبتاعة الإسبونشة كده على الحوض، وده كان المنظر النهائي. وحطيت المطبقية وكان في شوية كوبايات وكده غسلتهم وحطيتهم، وصفاية المعالق حطيتها برضه، ده كده الشكل النهائي للمطبخ. أتمنى يكون عجبكم. الليد الأصفر عامل شكل حلو جدًا في المطبخ، وإضاءة خفيفة كده جميلة، وكمان لمّا بابقى طافية النور الكبير بيبقى المنظر تحفة. السجادة بتاعتنا هي مش سجادة، ده البتاع اسمه إيه، النجيلة اللي بتاعة البلكونات، بس أنا حبيت أحطها في المطبخ كده يبقى شكلها حلو. وحطيت كده مفرش لرمضان من المشمع اللي هو بتاع رمضان ده، حطيته كده على الرخامة يدّي برضه روح لرمضان. وده الشكل النهائي للمطبخ، أتمنى يكون عجبكم.
حطيت بقى الغلاية وحطيت طقم التوزيع كده في الرُكن اللي هو جنب البوتاجاز علشان باستخدمه دايمًا، وكده الشكل النهائي للمطبخ. أتمنى يكون فيديو النهارده حلو، ويكون فيه أفكار كتير كده واستفدتوا منه، وما يكونش ما أكونش طوّلت عليكم أو رغيت كتير، بس أنا باحبكم وباحب أتكلّم معاكم وأقول لكم على كل الحاجات اللي أنا باعملها يعني بالتفصيل. خلاص كده ده الشكل النهائي، أتمنى يكون عجبكم، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بخير، رمضان مبارك عليكم كلّكم يا رب، باحبكم جدًا وباحب كل تعليقاتكم، اكتبوا لي بقى في التعليقات رأيكم في فيديو النهارده ورأيكم في الشكل النهائي للمطبخ. فعلًا اللي يصبر ينول. ربنا يا رب يكرمكم كلّكم وتجددوا وتعملوا أحلى حاجة في الدنيا، و ربنا يخليكم ليّا يا رب، ما تحرمونيش من لايكاتكم ومن تعليقاتكم الحلوة، وبس كده، أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.